في كلمة واحدة بس لو اتعلمت تقولها صح هتغير علاقاتك ووقتك وحياتك كلها. الكلمة دي هي لأ. من صغرنا اتعلمنا إن لأ حاجة وحشة، فبدأنا نقول أيوة لكل حاجة. أيوة للشغل الزيادة، للناس اللي بتستنزفنا، للمواقف اللي مش مرتاحين فيها. وبعدين بنلاقي نفسنا تعبانين فاضيين وحاسين إن حياتنا مش حياة، لأن حياتنا بتتبني من الناس اللي بنقول لها أيوة والناس اللي بنقول لها لأ. الكتاب بيحكي عن علاقة مينسون بصاحبته. في وقت من الأوقات كانوا مع بعض، بس كل واحد فيهم خايف يقول للتاني اللي في دماغه. خايفين يختلفوا، خايفين يحصل مشكلة بينهم، خايفين يقولوا لبعض لأ. وبدل ما العلاقة تبقى حقيقية بقت مجرد اتنين بيمثلوا قدام بعض، لحد ما قرروا يبدأوا يكونوا صريحين. وساعتها بس العلاقة بدأت تبقى حقيقية، لأن العلاقة من غير لأ هي مسرحية. في حاجة بتتفهم غلط لازم نتكلم فيها. لما بنقول لحد لأ، الناس ساعات بتحس إنك أناني، بس الحقيقة العكس. لما بتقول أيوة لكل حاجة من غير ما تكون قادر عليها بتقدم نسخة فاضية منك، نسخة تعبانة، نسخة زعلانة من جوه. لكن لما بتحدد حدودك وبتقول لأ للحاجات اللي بتستنزفك، بتقدر تقول أيوة للحاجات المهمة فعلا بكل طاقتك. لأ للحاجات الغلط هي اللي بتخلي أيوة للحاجات الصح تبقى ليها معنى. هنا الجزء العميق في الفصل ده. الكتاب بيقول إن الحدود اللي بتحطها في حياتك مش بتيجي من قواعد، بتيجي من قيمك. لو انت عارف ايه المهم بالنسبة لك فعلا هتعرف تقول لأ بسهولة. بس لو مش عارف ايه اللي بتؤمن بيه هتقول أيوة لكل حاجة، لأن مش عندك معايير تقيس بيها. اللي مش عارف قيمته بيعيش بقيمة غيره. فكر دلوقتي ايه الحاجات اللي لو بصيت على وقتك بتاخد منك اكتر من اللي بتستاهله. دي بالظبط الحاجات اللي محتاج تتعلم تقول ليها لا. خليني اكون صريح معاك في حاجة. لما تبدأ تقول لا في ناس هتزعل، هيقولوا انك اتغيرت، وهيقولوا انك بقيت غريب، وهيقولوا انك اناني. وده طبيعي، لان في ناس اتعودت على نسخة منك بتقول ايوه طول الوقت. وانت لما بتتغير بتكتشف ان العلاقة كانت مبنية على انك توافق، مش على انك انت. الناس اللي هتفضل بعد ما تقول لا دي الناس اللي كانت في حياتك فعلا. وهنا الجزء اللي محدش بيتكلم فيه. مش بس محتاج تقول لأ للناس، محتاج تقول لأ لنفسك. لأ للأفكار السلبية اللي بتيجي في دماغك، للعادات اللي بتعرف إنها بتضرك، للراحة اللي بتخليك واقف في مكانك. الانضباط الحقيقي مش إنك تجبر نفسك على حاجة، الانضباط الحقيقي إنك تقول لأ لكل حاجة بتبعدك عن اللي عاوزه. أصعب لأ في الدنيا مش اللي بتقولها للناس، لكن اللي بتقولها لنفسك. دلوقتي فكر في حاجة واحدة بس بتقول ليها أيوة وأنت من جواك بتحس إنك مش مرتاح. شغل بتعمله وأنت مش مؤمن بيه، علاقة بتفضل فيها وأنت عارف إنها بتستنزفك، التزام بتكمل فيه لأنك خايف تزعل حد. الحاجة دي هي أول لأ لازم تتعلم تقولها. مش لازم تعملها دلوقتي، بس خليها في دماغك، لأن مجرد ما تعترف بيها بتكون الخطوة الأولى في حياتك. أيوة من غير لأ مش كرم ومش احترام ومش حب، ده خوف. لما بتتعلم تقول لأ للحاجات الغلط، أيوة بتاعتك للحاجات الصح هتبقى ليها معنى وتقيلة. حياتك مش هتتبني كل ما تقول أيوة، هتتبني بكل ما تقول لأ.